بصوا يا جماعة، تعالوا شوفوا معايا الحمام ده. يعني انا مش عارفه هو ده يطلق عليه حمام ولا انا بتهيألي ده سمين. بصوا، انا دي بقى شطارة البت لما تكون بقى اسكندرانية وتحب بقى تصعي طير. يعني انا مصدومة بجد. ده حمام اللي انا ربيته. يا ريتني ما ربيت، وتجربة كانت خطأ اصلا من الاول. يعني انا بشوف الحمامة حمامة، دي انا مش لاقيه، دي أنا مش عارفة هي ايه. يعني انا مش عارفة والله. بصوا، يعني هي بتطبق. يا نهار ابيض عليا، مفيش عظم، العظم طري خالص. تمام. انا لما وريتها لجوزي، جوزي ما كانش مصدق ان دي فعلا حمامة. قال لي انتي ذبحتي العصافير. بصوا بجد، بصوا منظر بشع. يعني دي ازاي هتتحشى وتبقى حمامة وهتبقى بني ادمة ازاي يعني؟ يعني بصوا، مفيش. حجمها اصلا بالنسبة للايد حاجة لا تذكر. تمام. يعني انا قلت هربي حمام ومحدش رباه في البلد. تمام. انا انا لو ربيت عصافير، كانت طلعت احسن من دي. بصوا حجمها بالنسبه لايدي. يا لهوي عليا، ايه ده؟ يعني انا وريته لحماتي قبل ما اذبحه. قالت لي هو كده كده مش هيكبر عن كده، لان باباه ومامته خلاص سابوه، ما بطلوا ياكلوه. فقالت لي هيموت بقى، اذبحي احسن. فيا ريتني ما ذبحته، يا ريته مات. لو مات كان اكرم دي. بصوا العظم، بصوا العظم بيطبق ازاي. مفيش عظم اصلا. عظمها كان طري، بعد ما استوت كان العظم طري جدا. شكلهم مفرح. هي دي الشطارة ولا بلاش؟ اتعلموا. تعالوا بقى نشوفوا الحشوة اللي احنا هنعملوها لهم. جبت بصلة في شوية سمنة او زيت، رشيت عليهم شوية ملح. نقلب كويس لحد ما تاخد لون بسيط، يعني مش لازم تحمر قوي. الكبد والقوانص بقى بتاعتها قطعناها، وندوها تشويحة. هش الدخان ده، هش. نقلبهم حلو كده علشان ياخدوا لون كلهم زي بعض. تبقي نقع طبعا الفريك في شوية مية، تبقي غسلاه كويس وتنقعيه في شوية مية مثلا قبلها بنص ساعة. تضيف الفريك عليهم وشوية الملح اهو. هحط الملح دلوقتي واقلبهم كويس. هنا بقى بحشي العصافير. مش قادرة اقول عليه حمام او سمان. يعني السمان بيبقى في حجمه اصغر كمان. عشان انا مجريه طبعا الفيديو هنا علشان ماخدش طبعا الوقت كتير. في التوقيت ده طبعا كنت سلقته، نزلت حلبت اللبن. كان جوزي جايب لي شويه ويكا من الغيط، فرقنا اللي فرقناه ودول اللي اتبقوا. النوعيه طبعا عرفتها لكم. كنت عامله رز بلبن صح في الفطار، يعني اللبن الحلو ده اللي انا بحلبه. هعمل لكم فيديو وانا بحلب. هنا عملت الويكا لوحدها والباميه لوحدها، والويكا اللي هنشفها لوحدها اهي. دي كده اللي هنشفها. دي طبعا البقايا اللي طلعت من الحر عملتهم في الريسبشن. في نهاية اليوم عملت لهم بقى احلى جاتو. تحفة يا جماعة، خفيفة وحلوة جدا، مش مكلفة طبعا زي الجاتو اللي بيبقى كذا دور. ياريت لو عجبكم الفيديو يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. شكرا للي بيتابعوني.